بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض معجزة جميلة جدا، وهي بعنوان البابا عمل العملية خلاص. القصة دي بتحكيها والدة الطفل ماجد، بتقول إن هي كان عندها طفلها كان في بداية مرحلة المشي، ولاحظوا إن هو عنده تقوس في رجليه. مع مرور الوقت والأيام لقوا إن التقوس ده عمال يزيد، لدرجة إن وقت ما كان بيلبسوه كانوا بيساعدوه، وكنا بنفضل إن هو يلبس بنطلون طويل ما يلبسش شورت، علشان ما كانش بيحبوا إن حد يشوفه وهي رجله متقوسة كده. أخدوه طبعا وراحوا بيه لدكاترة كتير جدا، وكل دكتور كان يكتب لهم روشتة شكل، ولكن مفيش أي فايدة من الروشتات ولا العلاج اللي بينكتب وبينجاب. ولكن استقر رأي الأطباء إن هما لازم يعملوا له عملية جراحية، وكان نظام العملية دي إن هو يكسروا له رجله الأولانية، وبعدين يحطوها في الجبس، وبعد 45 يوم يفكوا الجبس ويعملوا أشعة، ولو الأشعة ظهرت إن الرجل دي سليمة يقوموا كاسرين الرجل التانية، وهكذا. لكن لو الأشعة بينت إن الرجل غير سليمة فيضطروا إن هما يكسروها مرة تانية ويعيدوا الجبس مرة تانية، وهكذا. فقرروا واتفقوا على العملية، بس مامته قالت إن أنا قبل ما نعمل العملية لازم نروح ناخد بركة ماريمينا والبابا كرولوس، وكان وقتها سنه 4 سنين. ولما خدوه وراحوا المزار وقفت تصلي ورفعت ابنها فوق المزار، وأخدت الستر القطيفة اللي موجود فوق المزار. زمان وقتها ما كانش فيه مشمع فوق ستر القطيفة، كان الستر لوحده، فأخدته ولفته حواليه. وبتقول وهم خارجين من المزار ابنها كان عايز يلبس الشوز بتاعته، وهي حبت انها تساعده، لكن الطفل شاف ابن عمه عمال يلعب قدامه، فالطفل نزل فجأة من ايد والدته من غير حتى ما يكمل ان هو يلبس الحذاء بتاعه. وفجأة وهو بينزل من ايد مامته وقع على ركبته واتصاب فيها جامد، لدرجة ان هي جابت دم، انجلطت يعني. وهنا والدته اتضايقت خالص وقالت له هو انا جايباك عند ماريمينا والبابا كرولوس عشان تخف ويشفوك، ولا عشان تتصاب وتتعور؟ فضلت زعلانة خالص. وطبعا اللي حصل ده أجل العملية علشان مش هينفع مع الجرح اللي هو اتعوره. وهما ماشيين ومعديين على المكتبة اشتروا كتاب عن معجزات البابا كرولوس، فالطفل اتشبث في الكتاب ومسك فيه جامد وصمم ان الكتاب يفضل معاه. وفعلا مامته ادته، فضل الكتاب مع الطفل لحد ما روح البيت، واخده حطه تحت المخدة بتاعته اللي نايم عليها، ونام والكتاب تحت دماغه. ولما قام الصبح الطفل جرع على مامته وقال لها ابونا كرولوس كان هنا النهارده. فطبعا مامته فكرته ان هو بيحلم. وبتقول بعد 3 ايام من زيارتهم للدير اكتشفوا ان رجل الطفل سليمة 100%، والتقوس اللي كان موجود راح تماما، ما بقاش موجود خالص. لدرجة ان بعض الناس القرايب ليهم فكروهم ان هم عملوا العملية من غير ما يخبروهم. وكمان القرايب دولت بيقولوا ان هم كانوا معاهم في الدير وشافوا ابنها لما وقع وتعور، وعارفين الحكاية كلها. طبعا ماجد البابا كرولوس وماريمينا شافوه تماما، ودي معجزة قوية وجميلة جدا. وماجد ده بقى من هواة لعب الكورة بقدميه، وما بقاش عنده اي حاجة خالص تعوقه او تضايقه. وتقول والدته لا أجد ما أعبر به عن شكري غير دموعي للعرفان بالجميل. شكرا يا سيدي ماريمينا ويا سيدي البابا كرولوس. بركة صلوات الشهيد العظيم ماريمينا العجايبي والقديس العظيم البابا كرولوس السادس تكون معانا دايما، وتشفي كل مريض، وتبارك حياتنا، وتكون شفاعتهم دايما معانا، وتنجينا من كل سوء، وتقف مع كل واحد في محنته، وتفرح قلب كل واحد. وبكده تكون قصتنا النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ادعمونا بلايك وقولولنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.